كشف سر ظهور عبلة كامل بعد غياب سنين طويلة عن الشاشات. الناس بتحسد عبلة كامل على انها رجعت وقاعدين ينشروا الرقم اللي خدته، بيقول لك واخد 25 مليون جنيه في اعلان موجود. ان سبب ظهورها ده لاسباب ماديه، خاصه وانها خرجت في تسجيل صوتي مع الاعلاميه لميس الحديدي. وليه عتاب على الناس اللي انا بحبهم جدا برضه، اللي هم قالوا يعني هي عبلة كامل محتاجه فلوس، محتاجه علاج، مش لازم تتعالج يعني. وان وقت التصوير لعبلة كامل في الاعلان ده كان 12 ساعه بس تقريبا. اما بقى بالنسبه لاجر عبلة كامل واللي حصل عليه جدل كبير جدا، حذف اسم مؤلف مسلسل فخر الدلتا بسبب اتهامه باتهامات غير اخلاقيه، وصناع المسلسل بيصدروا بيان. تاني خبر، كشف سر ظهور عبلة كامل بعد غياب سنين طويله عن الشاشات. فخلينا نشوف ايه اللي حصل. اللي حصل ان صناع واسره مسلسل فخر الدلتا نشروا بيان، والبيان ده كان بخصوص مؤلف المسلسل. والبيان بيقول: تود أسرة المسلسل أن توضح أنها اطلعت على المنشورات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص عضو في فريق الكتابة، وإذ نؤكد أننا نأخذ مثل هذه الاتهامات على محمل الجد، فقد قررنا إزالة اسم المذكور من تتر العمل مؤقتا، وذلك إلى حين التحقيق من صحة ما يتداول واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على ما تصفر عنه نتائج التحقيق. وتؤكد أسرة العمل احترامها الكامل وحرصها على أن ينال كل ذي حق حقه في إطار العدالة والشفافية. فهنا الناس بقى بدأوا يسألوا ويقولوا: طب هو المؤلف ده عمل ايه عشان حتى صناع العمل يستنكروا كده من اللي هو عمله؟ فخليني اقول لك ان في واحد من فريق الكتابه بتاع مسلسل فخر الدلتا، في بنات كتير اتهموه بالتحرش، وده من خلال بوستات بنات كتبوها على الفيسبوك. ومن ضمن شهادات البنات دي بنت حكت ان الكاتب ده عنده مكان عام في وسط البلد، وان في مره استدرجها، وانها في التوقيت ده كان سنها صغير، يعني تحت سن 20 سنه، وان معظم البنات اللي تعرضوا لنفس الموقف ده معاه بيكون برضه سنهم صغير، وانه في الاول بيتعامل على انه الاخ الكبير، وبعدين بيبدا يتعدى عليهم لفظيا او جسديا، وان لما تم استدراجها كان المكان فاضي تماما، وان لما البنت صرخت فسابها تخرج. ومش بس بنت واحده اللي كتبت قصتها او اللي اتعرضت له ده، في اكتر من بنت اتهمته بنفس الاتهام، وعشان كده اسره المسلسل قرروا حذف اسمه لحين نتيجه التحقيق. وده كان اول خبر. نروح بقى لتاني خبر، وهي المفاجأة اللي عملتها الفنانة عبلة كامل، وده لما ظهرت في إعلان لإحدى شركات الاتصالات. والحقيقة إن دي كانت مفاجأة فعلا، لأن خلال السنين اللي فاتت دي كلها كان في محاولات كتير جدا لمشاركة عبلة كامل في أي عمل فني أو حتى تكريمها، لكن كل المحاولات دي كانت بتبوء بالفشل، حتى كانت بترفض إنها تتكرم. بس النهارده بقى الصحفي خالد شاهين ظهر واتكلم عن تفاصيل ظهور عبلة كامل، وليه ظهرت، ويا ترى أجرها كان كام، وده من بعد ما انتشر إنها تقاضت مبالغ كبيرة جدا مقابل ظهورها في هذا الإعلان. وده لما صرح وقال إنها في الأول كانت رافضه رفض تام، لكن كان في ناس من صناع الاعلان ده من المقربين جدا لعبلة كامل، وهم اللي اقنعوا عبلة كامل بفكره الاعلان، وان الموضوع له علاقه بالفكره الانسانيه وتقرب الناس من بعض، وانها احسن واحده هتقدر توصل الفكره دي للناس. فراحوا الفنانه عبلة كامل وطلبوا منها وعرضوا عليها الموضوع، وهي رفضت رفض قاطع وقالت لهم نو واي يا جماعه، انا اعتزلت او انا ابتعدت بقالي اكتر من 8 سنين، واتعرض عليا ان انا اعمل الجزء السادس من سلسله دم، وانا اعتذرت لهم. ولكن كان في وسائل يعني مش عايز اقول ضغط، ولكن وسائل اقناع. اولا المشرفه على الحمله الاعلانيه بتاعت فودافون ديت هي سيده تحظى بعلاقه طيبه وصداقه كبيره جدا من سنين مع الفنانه عبلة كامل. قالوا لها الاعلان ده مش مجرد اعلان لشركه اتصالات، ولكن كل الحكايه احنا عاملين فكره انسانيه جدا، بنقول للناس لو انت في حد حبيبك او حد قريبك وبقالك سنين ما شفتوش والحياه خدتكم في مشاغلها، روح واطمن عليه. وبالنسبه بقى للناس اللي قعدوا يسالوا اشمعنى تم الاختيار على منى شلبي وياسمين عبد العزيز رغم ان هم دايما مش بيطلعوا مع بعض يعني ومش صحاب، فالصحفي خالد شاهين جاوب وقال ان عبلة كامل هي اللي اختارتهم، وده بسبب قربهم منها. في 2 هيظهروا معاكي في الاعلان، ال2 دول انت اللي هتختاريهم بنفسك. فقالت لهم طيب انا عايزه، بعد ما وافقت طبعا، وطبعا كان في رقم انا هقول لكم على الاجر يعني، قالت لهم انا عايزه منى وياسمين، لان منى وياسمين متواصلين معاها بشكل مستمر من وقت للتاني يعني على حسب ما يتاح الفرصه، وهي بتحبهم جدا ومصدقه فيهم جدا، واشتغلت معاهم ومع منى بالتحديد اكتر من مره يعني. وان وقت التصوير لعبلة كامل في الاعلان ده كان 12 ساعه بس تقريبا، وكان في شهر 1 اللي فات. اما بقى بالنسبه لاجر عبلة كامل واللي حصل عليه جدل كبير جدا، يعني شويه ناس يقولوا دي تقاضت 25 مليون وناس يقولوا دي تقاضت 50 مليون، فجاوب وقال انها تقاضت مبلغ ما بين الاثنين دول، يعني ما بين ال25 وما بين ال50، لكن هو ما حددش تقاضت كام بالظبط الاجر، وخدت اجر كبير. في ناس قالوا 25 مليون جنيه وفي ناس قالوا 50 مليون جنيه، لا، ولكن هي خدت اجر ضخم وده حقها، ولكن الاجر ده كان
رقم بين الاجرين اللي انتوا قلتوا عليه، يعني لا هو 50 ولا هو 25، ولكن رقم بين الاثنين. وعايز اقول لكم لو اي حد غيرها لا كان طلب اكتر من 50. طب خلينا احنا بقى نرجع ونقول الحقيقه ان من اول ما ظهرت عبله كامل على الشاشات وناس كتير قالوا ان سبب ظهورها ده لاسباب ماديه، خاصه وانها خرجت في تسجيل صوتي مع الاعلاميه لميس الحديدي من شهرين بس تقريبا، وقالت انها اجرت اكتر من عمليه جراحيه، والعمليات دي كانت على نفقتها الخاصه، وده من بعد ما تم اصدار قرار بعلاجها على نفقه الدوله. لميس انا متشكره جدا ليكي وللقائمين على البرنامج انكم سمحتوا لي بالرساله. طبعا احب اشكر السيد رئيس الجمهوريه على قراره بعلاج الفنانين. الحقيقه انا اتفاجئت بالقرار وسعدت بيه جدا، ودي لفته هايله وحنونه منه. انا بس عايزه اطمن الناس اللي انا بحبهم وبيحبوني انه انا الحمد لله كويسه وبخير. كنت عملت عمليات قبل كده بس انا الحمد لله بقيت كويسه، والعمليات دي كانت على نفقتي الخاصه. الحمد لله انا مش محتاجه حاجه، وان شاء الله كلنا كده على بعضنا نبقى اصحاء مش محتاجين اي حاجه. ده غير كمان انها وجهت عتاب للناس اللي اتكلموا على مصاريف علاجها. وبس انا بشكر كل الناس اللي دعوا لي، بقول لهم ان شاء الله الملائكه يردوا عليهم ويقولوا لهم ولكم بمثلها. وليه عتاب على الناس اللي انا بحبهم جدا برضه، اللي هم قالوا يعني هي عبله كامل محتاجه فلوس ومحتاجه علاج، مش لازم تتعالج، مش يعني رفقا بالقلوب. على العموم انا مسامحه وهو سماح، كلنا بقى مسامحين بعض، وان شاء الله كده يعني كلنا نبقى كويسين. والحقيقه ان ده كان اول ظهور لعبله كامل من بعد سنين طويله، وده كان من خلال تسجيل صوتي فقط، فعشان كده الناس على طول ربطوا ما بين ظهورها المره دي وما بين المبلغ اللي تقاضته. الناس بتحسد عبله كامل على انها رجعت وقاعدين ينشروا الرقم اللي خدته، بيقول لك واخد 25 مليون جنيه في اعلان موجود. يا جماعه حاجات تانية يعني حر، هي حره بقى، وطالعه في اعلان تاخد 25 تاخد 35. هي يعني يا جماعه يعني بقى لها سنين ما بتطلعش. انا يعني اشتغلت معاها وعملت لي مسلسل ست رائعه، ست يعني ربنا يديها الصحه. لكن خلينا نقول انها ما ظهرتش بس عشان خاطر الاجر، بدليل انها رفضت الظهور في الاول، لكن لما المخرج اقنعها فوافقت بالظهور. فجأة تصدر اسمها محركات البحث والتعليقات تحمل دهشة ممزوجة بالحنين، فالاسم الذي غاب لسنوات عاد في إعلان. الفنان المحبوب القريب من القلب عبلة كامل أطلت علينا بظهور استثنائي ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات الهواتف المحمولة في مصر، في أول إطلالة فنية لها بعد غياب دام سنوات عن الساحة الفنية. لماذا كان هذا الظهور مؤثرا؟ لأن الغياب طويلا. آخر ظهور فني لعبلة كامل كان في الجزء الخامس من مسلسل سلسلة دم عام 2018 قبل أن تختار الابتعاد عن الأضواء. لم يكن ظهورها بهذا الإعلان مجرد مشاركة دعائية. تقارير سابقة تحدثت عن إمكانية عودتها عبر حملة دعائية جماعية، لكن لم يتخيل أحد أن لحظة الظهور ستكون بهذا الزخم. هل تعود عبلة كامل إلى الشاشة فعلا؟ أم أن هذه الإطلالة ستبقى مجرد ومضة رمضانية دافئة؟ لكن على ما يبدو أن لقطة واحدة كانت كافية لتثبت أن بعض الغياب مهما طال لا يمحو المحبة. عبلة كامل حالة حب كاملة.